السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده زي ما عودناكم هنعمل وصفة سهلة وسريعة وكمان جديدة. ان شاء الله تفضليها واحلى من السينابون واسهل، مش محتاجة بقى فرد ولا يعني شغل كتير، سهلة جدا. الخبز بس اسمه غريب شوية، هقول لكم اسمه ان شاء الله، بس هنعمله مع بعض. هو بالقرفة والسكر، بس اسمه خبز القرد او القرود بيسموه كده بره. مش موجود هنا، ما بنعملوش في مصر، بس انا حبيت اعمله لكم وهوريكم الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. وانت بقى يعني بالشكل الاخير كده هتقولي ليه سموه بالاسم دوت، او هنعرف مع بعض سموه بالاسم دوت ليه. اول حاجه معايا كوبايتين وربع كده من الدقيق، نخلطهم كويس جدا اهو. ممكن تضعفي المقادير او تقلليها اهوت. كوبايتين وربع منخولين، ومعايا هنا عليهم 3 معالق كبار من السكر ونص معلقه صغيره من الملح. طبعا دي من المعجنات اللي فيها سكر، فبنزود كميه السكر فيها شويه، يعتبر هي قريبه من السينابون. ومعايا هنا بيضه كامله. ممكن تحطي كيس من الفانيليا، ريحه البيض ما بتبانش خالص في المعجنات، بس هنحط برده كيس من الفانيليا كده. مفيش فانيليا بتحطي ربع معلقه كده صغيره من الخل، تبقى حلوه في العجينه وفي نفس الوقت كمان بتضيع الزفاره. هنا معايا معلقه صغيره من خميره فوريه عاده هيت، او خميره بيره. الخميره الفوريه وعلى حسب الجو بتكتري كميه الخميره. معايا هنا الحليب، حوالي كوبايه الا ربع من الحليب الدافي. مفيش حليب بتحطي معلقه لبن بودر وتعملي بالميه الدافيه، مفيش لبن بودر بتشتغلي بالميه الدافيه، مفيش اي مشكله. هنحط اهوت واسيب كده حوالي معلقتين لو العجينه عايزت اهي. ومعايا هنا ما بنستعملش كل الزبده دي، بنكمل بيها بقيه الفيديو. هناخد بس حوالي 3 معالق كده كبار او 40، لو عندك الميزان هيبقوا حوالي 40 جرام من الزبده. مفيش زبده ممكن تستعملي زيت، بس هي الوصفه الاساسيه بتتعمل بالزبده، زبده سايحه عاده. نبدا بقى نعجنها، مفيش اسهل من كده. حطيت كل المكونات ونعجنها لحد ما العجينه تلم معايا. وده زي ما احنا شايفين العجينه ما شاء الله طريه جدا اهيت. لمت معايا، بنبدا بقى نسيبها في مكان دافي كده. لو احنا في الشتاء هتاخد حوالي ساعه معايا، لو في الصيف مش هتاخد اي وقت معايا، نص ساعه وتكون جاهزه. نبدا بقى نلمها كده ونحطها ونغطيها بكيس بلاستيك كده عشان يسهل عمليه التخمير، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. ورجعنا لكم تاني. ادي زي ما احنا شايفين ما شاء الله، ادي العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت، شايفينها اهيت. سبتها ساعه. نبدا بقى ان احنا نطلعها كده بالراحه. قبل ما نطلعها بقى بنبدا ندهن الاول الصينيه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهوت. اي صينيه بقى عندك مدوره مربعه، اي صينيه متوفره عندك. انا هستعمل الصينيه دي كده، وابدا بقى بدهنه من الزبده. دي بقيه الزبده اللي احنا سبناها، كل الزبده اللي احنا هنستخدمها حوالي نص كوبايه. حطينا 3 معالق كبار في العجينه، وبقيه النص كوبايه اهوت هنكمل بالشغل. ندهن بقى كويس جدا كده كل الحروف. نسيت الخطوه دي اعملها معاكم عشان تشوفوا هنعمل ايه اهوت. دهنتها كويس جدا اهيت من فوق ومن تحت وكله. وابدا بقى زي ما احنا شايفين معايا خليط من السكر البني، لو مش متوفر مفيش اي مشكله، بتستخدمي السكر العادي. معايا ربع كوبايه من السكر العادي وربع كوبايه من السكر البني ومعلقتين كبار من القرفه. وحطيت معلقه من الكاكاو الخام، لو مش متوفر مفيش اي مشكله، هتكتفي بقرفه وسكر عادي، السكر الحبيبات بتاعنا الابيض العادي. خلطتهم كلهم كده مع بعض، ونبدا بقى دهنا الصينيه. نبدا بقى كده ايه، نرش السكر بتاعنا برضو في كل الاطراف اللي احنا دهناها. تبداي تمشي فيها كده كلها زي ما احنا شايفين اهو. اي صينيه تستعملها تعمل نفس الخطوه. ندهنها بقى كده زي ما احنا بطلناها كلها، نركنها بقى على جنب. ونبدا بقى ناخد العجينه بتاعتي. نركز بقى في المرحله ديت. هنبدا ناخد العجينه عشان تسهل عليا، بتفريها بس كده تطلعي منها الهواء، وتبداي بقى ايه تاخدي بكور. هنا اختياري ليكي، الاسهل ليكي اعمليه. ممكن تاخدي كور مش متساويه عادي خالص، تاخدي كده اهوت وتكوري مثلا كوره كده اهيت، كوره اكبر شويه زي البابلز كده، يعني مش لازم تبقى ايدك متوازنه اهو. او ممكن تقطعي بالسكينه كده
تسهل عليكي برضو. وبالنظر كده القطع برضو كلها تبقى ايه متساويه اهي. يعني الاسهل ليكي اعمليه كل الخطوات اهي، مش لازم تبقى كلها قد بعضها. في طريقتين ان انت تعمليها كل واحده كده تقطعي بس كده، مش لازم تشكلي اهو، مش لازم دايره، اي شكل كده عشوائي. وممكن ان احنا نعملها زي ما هنعملها دايره، ممكن ان انت تعمليها متوازنه كلها وكلها متساويه بالميزان، كلها كده حوالي 12 جرام. وممكن انت تعمليها بالنظر، وممكن تعمليها عشوائي زي ما قلنا، ليكي حريه الاختيار، هي كلها هتأدي نفس الغرض. نبدا بقى نعمل شويه كده، كل شويه هنعملهم. هنبدا كده نحطهم على جنب اهو. انا هعملهم كور، مش لازم بقى تبقى الكور كلها متساويه، لا هعملهم اي بقى كور كده بشكل عشوائي اهو. اهو زي ما قلنا بشكل عشوائي صغير في كبير. اوريكي بس هنعمل ايه واكمل بقى كل الكميه اهو. نبدا بقى نجيب الزبده بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو، ونبدا ننزل الكور بتاعتي كده في الزبده اهي زي ما احنا شايفين اهو، معلقه للزبده. وبعد كده نطلع نحط في السكر بتاعها، تصفيها حلو كده، تعملي كميه كده على بعضها عشان ايه تسهل عليكي وما تاخدش منك اي وقت اهي. عملنا الكميه دي كده، ناخدها بقى كده بالشوكه عشان ما فيش سكر يجي في الزبده بتاعتي اهي. ونغطيها كلها كده ايه بالسكر، نحاول نخلي السكر يجي على كلها كويس بس كده. نبدا بقى نعمل ايه، مفيش اسهل من كده. نجيب الصينيه بتاعتنا وزي ما قلنا بشكل اهو، نبدا بقى نرص كبير في صغير اهو. طبعا هتختمر تاني فالكميه هتتضاعف وهتملى الصينيه معانا. نبدا بقى نرص كده زي ما احنا شايفين، في قطع كبيره وقطع صغيره. هخلص بقى كل الكميه وبعد كده اوريكم هنعمل ايه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده كده خلاص خلصت كل الكميه. حاولي ان انت تفرضيها في المكان كله كده زي بعضه، كل الاماكن تكون خدت زي ما احنا شايفين بالشكل ده، باي شكل بقى زي ما قلنا عشوائي. كل كميه السكر على قد الكميه، على قد العجينه، على قد الصينيه، كلها مظبوطه. والزبده اللي فايضه ممكن انت بقى تحطيها كده على الوش عشان تبقى غنيه بقى كده كلها ومليانه بالزبده زي السينابون، نفس كميه الزبده اللي بياخدها السينابون كده معانا. كده تبقى جاهزه بقى خلاص كده، مش محتاجه اي حاجه. بنسيبها بقى حوالي بس نص ساعه كده لحد ما تختمر، او على حسب برده زي ما قلنا درجه حراره الجو اللي احنا فيه. بنسيبها لحد ما ترتفع كده معانا، ويكون قبل ما تيجي تحطيها الفرن بتاعك شغال على درجه حراره 180. بتاخد حوالي نص ساعه وتبقى جاهزه معايا لحد ما ترتفع وتحسي انها نشفت كده من فوق واستوت زي المعجنات بالظبط. بتاخد نص ساعه وتبقى جاهزه معايا. واوريكم الشكل النهائي للعجينه بتاعت النهارده. زي ما احنا شايفين ما شاء الله ادي الخبز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن اهوت. سبته هدي بس شويه عشان اعرف اقلبه معاكم. شايفين اللون وما شاء الله طبعا المرمشه من بره من السكر جميل جدا. هقلبه بقى واوريكم الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين ادي شايفين ما شاء الله. شايفين بقى الزبده مع السكر بتسيح بقى ازاي في السوا، وبتبقى لونها ما شاء الله مكرمل. ما بتحتاجش اي حاجه ولا تعملها كراميل ولا تعملها اي حاجه، ولا بتعملي لها بقى زي ما بنعمل السنابون الصوصات والحاجات. هي مميزه وجميله. وعشان نعرف بقى سموها كده ليه، اللي هي خبز الورود. اسمها طبعا غريب عشان الشبكه زي ما احنا شايفين بتبدا بقى تشيل اهيت، تبقى واحده لازقه في واحده اهي كلها بقى كده زي ما احنا شايفين. نبدا اهي نطلعها اهيت، واحده كمان، ادي واحده كمان، كلها كده لازقه ببعض زي الشبكات. فعشان كده سموها بالاسم دوت، اسم غريب بس هي طعمها مميز وجميل جدا زي القطن من جوه. وطعم القرفه والزبده بصراحه غنيه جدا وهتعجبكم. لو عجبتك الوصفه معانا ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.